مادو بومبا يتدخل، فؤاد التريكي يلعب الكرة في منتصف الملعب، محي الدين بوشارب. احمد سعد لم يظهر كثيرا في هذا اللقاء. احمد سعد قد يظهر الان. احمد سعد يحاول التقدم، تتعين امام زكريا اللافي، البحث عن التسديد هدف لزكريا اللافي. الدقيقة 78 زكريا اللافي والتسديد، ويتمكن من حراسة هدف التعادل. تسديدة تحسب لهذا اللاعب الشاب. الهدف هدف التعادل لمصلحة الاهلي بطرابلس، الهدف الثاني لهذا اللاعب. في اللقاء الثاني يتمكن زكريا اللافي الاسبوع الماضي في مرمى فريق الاخضر، الان يتمكن من اضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 78. زكريا اللافي يسدد الكرة ويتمكن من احراز هدف التعادل لمصلحة الاهلي بطرابلس. احتفالات جماهير الاهلي بهدف التعادل وميلاد مهاجم الصاعد هو زكريا اللافي. سدد الكرة بطريقة جميلة، قرار سليم لهذا اللاعب. احد حلول فريق الاهلي في هذا اللقاء زكريا اللافي، التسديد على المرمى وتمكن من احراز هدف التعادل.